السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم ورمضان كريم. هنعمل أحلى صينية جلاش بمنتهى البساطة. هتجيبي كمية اللحمة اللي عندك، نص كيلو ربع كيلو الموجود، وهتكوني محضرة بصلاية مقشراها بشراها. وأول ما هتغير لون اللحمة، بس هتغير لونها، هتحطي البصلة وهتقلبيها. وبعد كده أنا بعمل فلفلاية وحبة بهارات وحبة فلفل اسود وملح، بس كده، مش هنعمل اي حاجة تانية. هتكوني مقطعة الجلاش على قد الصينية، والخطوة دي ضرورية جدا. ويا ريت يا ريت يكون الجلاش بتاعك صابح. انا كنت جايباه صابح، بس للاسف انا بيته على ما عملت، فكان متقطع مني شوية. بس انا ظبطت الموضوع. ظبطته ازاي؟ قطعته وخليت الاولانيين والاخرانيين يكونوا سلام جدا. وكل طبقتين بترشي رشة سمنة. السمنة ديت محطوط عليها معلقة صغيرة بيكنج باودر، وفي معلقة صغننة بيكنج باودر برضو هتتحط، بس هتتحط على السائل اللي هنسقي بيه الشربات. زي ما انتوا شايفين كده، انا حطيت ميكس جبن مع اللحمة. وممكن تعمليه بميكس جبن بس بدون لحمة، وممكن تعمليه لحمة بدون الميكس. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تقللوا السمنه خالص عشان ما يبقاش تقيل. وممكن تحطي ورقتين وممكن تحطي 3، وترشي رشه سمنه، عشان كل ما بتخففي السمنه كل ما بيتاكل وبيبقى اطعم، بيبقى خفيف. زي ما انتوا شايفين كده، انا حاولت اظبط مع ان الورق كان بايت. بس انتي لو كان الورق بتاعك صابح هيفرق معاكي كتير جدا جدا في العمايل، ومش هيتعبك خالص. اهم حاجه في الموضوع ده ان انت مشغله الفرن على درجه حراره عاليه، عشان الجلاش ما بيقعدش كتير في الفرن. وتشغلي بس من تحت بس عليه. تمام. انا دلوقتي بعد ما خلصت الكميه اللي عندي، قطعت بالشكل اللي انا عايزاه. وعايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا، ان انت لو ما تحطش في الفرن وهو سخن هينشف منك ومش هيبقى حلو. تمام. دلوقتي انا بعد ما خلصت هرش رشه كده سمنه على الوش، وهحط برضو ميكس جبن على الوش، بس لما يتشمع هحط ميكس على الوش. بصوا بقى، انا بحضر بيضايه واحده وكوبايه لبن وحبه فلفل اسمر ومعلقه صغننه بيكنج باودر مهم جدا، هينفشه وهيخليه معاكي هش وحلو جدا. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، تضربيها كويس اول البيضه الاول. دلوقتي هو اتشمع في الفرن لمده 10 دقايق من غير ما يحمر ولا حاجه، ورشيت عليه السائل. هدخله لما يقرب يحمر، هبتدي احط عليه ميكس الجبن من فوق، هيدي شكل وطعم وريحة تحفة تحفة تحفة. وبالهنا والشفا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك، وبالهنا والشفا.